السلطة المنعشة ببذور الماش مليانة بالفوايد كتير زاكية. يلا نعملها مع بعض. بنغسل نص كوب من بذور الماش وبننقعه بالمي نص ساعة. بنصفيه على النار. بنتخلص من الريم وبنسلقه ربع ساعة أو حتى تتفتح حبة الماش. بنصفي بذور الماش وبنتركها تبرد، وبهالوقت بنقطع الخضرة: خيارة، فليفلة خضراء، حبتين بندورة، نص كوب نعناع، 5 أوراق خس، نص كوب بقدونس، و3 عروق بصل أخضر. قطعنا الخضار قطع صغيرة وبنضيفها على بذور الماش. لعمل صوص السلطة بنحتاج زيت زيتون، عصير ليمون، معلقة صغيرة خردل، معلقة صغيرة عسل، ملح، وسن صغير توم. نخلط المكونات وبنضيفها على السلطة. بنخلط السلطة مع الصوص وبنقدمها بصحن التقديم. رشة سماق، وهيك سلطتنا صارت جاهزة. السلطة كتير زاكية مليانة بالفوايد. اكتبولي شو رأيكم بالسلطة وصحتين، وألف عافية.